بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش الاهلي وبيراميدز خلص 3-0، ودي نتيجه منطقيه من وجهه نظري، متوقعه من وجهه نظري انا بس بصراحه. وانا كنت متوقع ان الزمالك يفوز والاهلي يتعادل النهارده، فالزمالك اتعادل فالاهلي خسر. خد بقى مني حصريه، الاهلي الرابع في الدوري. الاهلي مش هياخد المركز الثالث، الاهلي هيتغلب من الزمالك الماتش الجاي، والسيراميكا هيكسب. فالاهلي هيبقى 44 وسيراميكا هيبقى 46 نقطة، فسيراميكا هيبقى الرابع. الاهلي فاضل له 3 ماتشات. فاضل له انبي، وما اعتقدش باللي انا شفته النهارده من انبي ان الاهلي هيقدر يعمل معاه حاجة. فاضل له المصري، والمصري طول عمره بيلعب الاهلي بغل. فاضل له الزمالك الاقوى في الدوري. فاذا الاهلي مش هيدخل الكونفدراليه. يعني احنا كان عندنا تخوف ان النادي الاهلي يبقى في الكونفدراليه، ولكن حتى دي والحمد لله اللعيبه هترفع عنك الحرج. انت مش هتروح كونفدراليه ولا هتروح افريقيا اصلا من الاساس السنه الجايه. النادي الاهلي بيبتدي مباراه النهارده بمصطفى شوبير قدامه كيسين جوافه، ياسر ابراهيم وياسين مرعي. على اليمين محمد هاني، على الشمال احمد نبيل كوكا. نص الملعب اليو ديانج ومروان عطيه، قدامهم زيزو. على اليمين طاهر، على الشمال تريزيجيه، قدامهم محمد شريف. وبس هجمه كده في اول الماتش، يعني اللي هو ايه، يعني شويه حماسه كده بس جايه بالغلط مع اللعيبه، وغير كده ما عملش اي حاجه النادي الاهلي على النقيض بيراميدز اللي بيلعب. وكنت متوقع انه يلعب كوره، لان بيراميدز فريق محترم وفريق بيلعب كوره وفريق عنده لعيبه، وعنده نواقص. النهارده عنده نواقص فعلا بجد مؤثره جدا في الملعب. لما تلاقي احمد سامي النهارده ما بيلعبش، انت نص قوه دفاع بيراميدز مش موجوده. لما تلاقي ان عندك احمد عاطف قطه ما بيلعبش، لا تقيله في نص الملعب برضه. احمد عاطف لعيب بيتحرك ولعيب سريع ولعيب مراوغ. فانت كان عندك فرصه. انت بقى كان غايب عنك مين النهارده؟ ايه، حسين الشحات، الشناوي. اللعيبه كلها مش مؤثره ومش فارقه فرقها، يعني كلهم زي بعض. هو لا تعليق، يعني الموسم الأسوأ في حياتي كلها اللي بشوفه للنادي الأهلي. يعني أنا ما أتذكرش إني شفت موسم بالسوء ده. كان من أسوأ المواسم اللي شفتها موسم 2003 2004 اللي الزمالك شبه حسمه في الدور الأول. ولكن موسم زي ده كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ده وصف قليل ومحترم ومهذب. اللي يتحمل نتيجة الموسم ده هو الإدارة في المقام الأول. الإدارة ثم الإدارة ثم الإدارة. الشوط الأول بيروح سجال، تحس إن اللعيب، يعني الفرقتين بيلعبوا ناقص لعيب. ملعب واسع، مساحات كتيرة، محدش مع حد. كل خط في وادي، كل خط بيكلم الخط التاني بالتليفون. بصادق غلط، عشوائية في الأداء. في فرصة هجمة كده عرضية تريزيجيه حطها بدماغه جنب القايم بتاع، لكن دي مش لعيبة كواليفايد ولا مؤهلة إنها تاخد بطولة. بالرغم إن الدوري رجع بقى في إيدك تاني، بس أنت مصمم أو مش مصمم، أنت مش قادر، ما عندكش، مفيش. الفكرة مش فكرة إن أنت مصمم تهدي للزمالك، على قد ما أنت ما عندكش. انت لعيبه فاشله، لعيبه فاشله. جهاز فني شايف شكل الفرقه في الشوط الاول، وشايف العوار الدفاعي وشايف الخطوط المتباعده، وشايف اللعيبه اللي مش مركزه، وواقف بيتفرج. بيخلص الشوط الاولاني بستر المولى 0-0. بيبتدي الشوط الثاني برضه شويه هجوم للنادي الاهلي، بيواريهم هجوم لبيراميدز، هجوم حقيقي. فرصه لفيستو مايلي، وترد ناصر ماهر يشيلها ياسر ابراهيم. وفرص كتير جدا بتروح من نادي بيراميدز، وهجمات حقيقيه ومساحات حقيقيه واضحه في دفاع النادي الاهلي. على النقيض النادي الاهلي مفيش. حاول الباشمهندس اللي عندنا يعمل شويه تغييرات. سحب محمد شريف، سحب طاهر، نزل محمد علي بن رمضان، نزل الباشمهندس اشرف بن شرقي. مش عارف تغييرات ليه، ايه الهدف منها؟ بنبني الكرة غلط، ما بنعرفش نطلع بالكرة. في واحد ياسر ابراهيم ما بيعرفش يباصي ولا بيعرف يطلع من غلط، يباصيها غلط تترد علينا. ما بنعرفش نقطع الكورة. بيست مايل بيشوطها على الارض تروح في اقصى الزاوية. بيست مايل ده اللي كان قطة قدام نادي الزمالك، ما عملش اي حاجة. تمام. النهارده بقى بيطلع نار من بقه. نرجع نقول ان بيراميدز ما بيلعبش قدام الزمالك، لا. انت اللي تعبان، انت اللي تعبان، انت اللي ما عندكش. الغريبة يا اخي ان الحظ بيخدمك في ايه؟ في ان محمود مرعي
مدافع بيراميدز بيتصاب، وعندهم احمد سامي موقوف، وما عندهمش سيرد باك، فبيرجع حمد حمدان سيرد باك، وينزل بينزل وليد الكارتي. يعني حتى بيراميدز كان عنده تحديات في الماتش، بس معاه مدير فني عارف قدرات اللعيبه. انت المدير الفني بتاعك انت مش مقتنع بيه، وعارف انه هيمشي، وعارف انك انت عايز تمشيه وسايبه، وبتدفع ضريبه الاداره الفاشله. بيمر الوقت، بيجيب جول اوف سايد، ولو ما كانتش اوف سايد هي هاند بول اصلا على امام عاشور من الاول، وهدف مش صحيح. بترد بعدها بدقيقتين انفراد لبيست مويلي اللي بيحطها بحس المهاجم اللي انت بتشحته، ما عندكش مهاجم وعايز تاخد بطوله. ازاي؟ ما دي بديهيات يعني، ما ينفعش، ما ينفعش. بيراميدز بيركب الجيم، بيسيطر على كل حاجه، بيجاري الماتش، بيعمل تغييرات استهلاك وقته كده. 10 دقايق بينالتي على زيزو، الجول التالت لبيراميدز، نتيجه مستحقه. انا شمتان في الكابتن محمود الخطيب وادارته الفاشله، وش علني، وبقولها لك عزيزي المشجع المحترم، ما تستناش من الاهلي انه يدخل كونفدراليه. يعني الاهلي هيطلع رابع، الفرقه انهارت خلاص، كيس كلوزد. ماتش الزمالك انت خسران، كيس كلوزد، خلصت، خلصانه، ربنا يستر ما يبقاش في فضايح. لكن انت خسران ماتش الزمالك كوره وفني وبدني وكل اللي انت عايز تقوله. مش خسران ماتش الزمالك وبس، انت خسران ماتش انبي، ممكن تتعثر مع المصري. وهفكرك، سيراميكا هيكسب، واقول لك على حاجه، سيراميكا هيكسب الزمالك وهيعمل نتائج كويسه مع بيراميدز. بس انت اللي ما عندكش، انت مش فريق بطوله، انت فريق اعلانات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في العار ووصمة العار اللي احنا شفناها دي. فعلا حقيقي وصمة عار بنشوفها مع النادي الاهلي. الواحد بقى خلاص بيتفرج على الماتش وهو هادي، ما عندوش اي نوع من انواع العشم. مستر عشم بالنسبة لي مات. انا اقتنعت يقين الاقتناع تماما ان احنا ما نصلحش ان احنا يتقال علينا بطل الدوري السنة دي، وما نصلحش ان احنا نمثل مصر في اي بطولة سواء كونفدرالية او دوري ابطال افريقيا. وتبقى معجزة المعجزات لو احنا خدنا تاني، معجزة المعجزات. وتبقى معجزة بس لو انت تأهلت كونفدرالية. ليه؟ لان زد هيلعب بيراميدز في نهائي الكاس، فزد كسب يروح كونفدرالية، ما كسبش يروح كونفدرالية. ده الشكل اللي انا متخيله او اللي سمعته، ان حتى الرابع مش هيروح كونفدراليه، التالت بس هو اللي هيروح كونفدراليه، والاول والتاني هيروحوا دوري ابطال افريقيا. مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم اللي ساند فرقته النهارده، اللي الفرقه لعبت النهارده كوره ما توفقتش، وكانت بتلعب فريق محترم اسمه انبي، وكان برضه يستحق انه ما يخسرش النهارده. لكن احنا ما نلعبش كوره، احنا هنروح نبيع بطاطا، موسم للنسيان. كل سنه وانتم طيبين، نتقابل بقى السنه الجايه. يعني هنطلع بقى ممكن بعد اي ماتش ولا حاجه نتكلم كلمتين، لكن مش بالعشم، مش ما تستغربش. الاهلي كسب ماشي، خسر ماشي، تعادل ماشي، اي حاجه معايا ماشي، السنه دي ماشي كلها. احسن اداره النادي الاهلي الفاشله اللي كان عندها فرصه حتى انها تمشي يستر بتدفع شرط جزائي بس تضمن على الاقل مقعد في دوري ابطال افريقيا. هي حتى استخسرت انها تعمل كده، ورهنت رهان غلط بجمله الرهانات الغلط. وادي الشكل انت بتشوفه النهارده، كارثه اداء ونتيجه، عار على النادي الاهلي. كل سنه وانتم طيبين، اما نشوف بقى الاداره دي هتعمل ايه السنه الجايه. تصبحوا على خير، السلام عليكم.